نقول الحمد لله على السلامه والف الف مبروك ولا ايه يا راجل؟ ده انا كنت فقدت الامل في ان احنا نتعاقد مع مدرب زي بقيه الانديه اللي على مستوى العالم يعني، ولكن ان جيت للحق الزمالك بيتعاقد مع مدرب من اقوى المدربين اللي دخلت الزمالك في اخر 5 سنين. بنتكلم اكيد على الصربي فوكرازوفيتش، واحد من اقوى السيفيهات اللي موجوده في السوق، مدرب عنده تاريخ قوي جدا في المنطقه العربيه وفي اوروبا، مدرب انا متفائل بيه وكنت بدور على البروفايل بتاع النوعيه دي من المدربين، لان البروفايل ده هو اللي هينجح في الزمالك في المرحله القادمه، ده لو فيها نجاح، بس ان شاء الله يكون فيها نجاح. ولكن عايزك تحضر لي نفسك كده وما تنساش اللايك في البدايه، لان انا جاي افصفص لك مدرب الزمالك الجديد، ايه هي مميزاته، ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلنا، ايه هي طريقه لعبه والانجازات اللي عملها، وازاي هيطور من الزمالك، وليه انا متفائل بالمدرب ده. فوكرازوفيتش واحد من اقوى السيفيهات اللي دخلت مصر اخر 5 سنين. ده لا يعني ان هو لازم ينجح في الزمالك، عادي جدا ممكن يفشل، ولكن اللي يهمني ان الاداره اختارت صح. النجاح والفشل ده بقى حاجه بتاعت ربنا، فواحده واحده كده اعمل لي لايك للفيديو ده، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، واشترك في القناه لو انت مش مشترك. هو اكيد انت مش مشترك لان لسه القناه جديده، وبقدم محتوى عن الكره العالميه، برشلونه واوروبا والكلام ده كله، هتلاقيها في القناه الثانيه، هتلاقوها في الديسكربشن برضو. تعال كده نبدا ونقول بسم الله واحده واحده كده. الاسم فوكرازوفيتش، الجنسيه صربي، السن 53 سنه، كان لاعب كوره وكان بيلعب في مركز الدفاع، ودوت اللي اثر عليه واثر على شخصيته وبقت اسلوب لعبه في كل الفرق اللي دربها. درب في صربيا وبيلاروسيا، وبعد كده انتقل للخليج في السعوديه والامارات. والاهم من وجهه نظري ان هو في كل الانديه اللي هو لعب فيها كان بيصعد لعيبه من الناشئين، وكان بيبقى عنده القدره ان هو يطور من اللعيبه دي. نجح ان هو يفوز مع بارتزيان بلجراد بالدوري الصربي، ونجح ان هو يفوز بالدوري الصربي مرتين في خلال مسيرته التدريبيه، وفضل لحد 2017 في حته صربيا وبيلاروسيا كتير، لحد في 2017 2018 انتقل للدوري السعودي ومسك قياده فريق الفيصلي السعودي، ودي كانت اول نجاحاته في المنطقه عندنا، لان هو نجح ان هو يوصل للمركز السادس في الدوري السعودي، ووصل لنهائي كاس خادم الحرمين الشريفين. هو اي نعم خسر النهائي، ولكن الفيصلي السعودي مش متعود الفتره دي ان هو يوصل للمركز السادس في الدوري، او ان هو يوصل للفاينل الكاس. المهم في 2020 2021 بيدرب الفيحاء السعودي، وبينجح ان هو بيفوز بكاس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال، وده يعتبر اكبر انجاز ليه في المنطقه عندنا. مدرب بيدرب الفيصلي والفيحاء، انديه مش كبيره، مش مرشحين ان هم يفوزوا باي بطولات، ولكن بعدها انتقل ان هو يدرب في الامارات للفيحاء والوحده الاماراتي، ولكن لم يحقق اي نجاح يذكر مع الاثنين دول. ودي بقى مسيرته، هو يا دوبك فاز 2 دوري صربي، وفاز بكاس خادم الحرمين الشريفين، ووصل فاينل وخسروا، ووصل فاينل برضه في الامارات وخسروا. فانت بتتكلم مدرب السي في بتاعه كويس، ولكن الاهم بقى واللي يهمني ان هو مدرب تكتيكي من العيار الاول، ومدرب لعبه اسلوبه الدفاعي اكتر ما هو هجومي، وده اللي انت عايزه في الزمالك. انت ما عندكش القدره ان انت تستحوذ وتلعب سكسي فوتبول، لا انت ما عندكش القدره في ده. هو مدرب تكتيكي بحت، مدرب عنده القدره ان هو يحفظ اللعيبه بتاعته يقفوا فين ويتحركوا ازاي، وازاي يقفل على نقاط قوه الفريق اللي قدامه، وده اللي انت عايزه. انت عايز مدرب يذاكر الخصم، وده هيتطلب ان انت تبقى عايز محلل اداء قوي جدا 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 معاه، عشان خاطر يقدر يساعده في الفوز باي مباراه والفوز بالبطولات. واللي بالنسبه لي مهم ان هو مدرب عنده فلكسبيليتي في ان هو يغير الخطه بتاعته، تقدر تقول كده عامل زي الافعى، بيتلون وبيغير جلده كل شويه. يعني هتلاقيه مع فرق بيلعب 4-3-3، ومع فرق ثانيه بيلعب 3-4-3، ومع فرق ثانيه بيلعب 3-5-2، ومع فرق ثانيه بيلعب 4-2-3-1. بيقسم او بيعمل التشكيله على حسب اللعيبه اللي معاه. في مدربين لا، انا اسلوبي واحد جاي اطبق اسلوبي ده، انا هلعب 4-3-3، فانا عايز لعيبه تساعدني في الخطه دي وجيبوا لي اللعيبه دي. ولكن الزمالك عشان ما عندوش الاوبشن ده لجأ لرازوفيتش، عشان خاطر هو مدرب عنده القدره ان هو يتاقلم مع اللعيبه اللي معاه. تقدر تقول كده زي جوميز، يعني جوميز ما كانش بيقول لا، كان بيحط التشكيله بتاعته على حسب اللعيبه اللي موجوده. اهم اللي يميزه زي ما اتقال عليه في السعوديه ان هو مدرب رخم دفاعيا، ان هو عنده القدره يقفل المساحات، ولازم الاجنحه اللي بيلعبوا معاه يكونوا بيدافعوا، والدفاع بيبدا من راس الحربه، يعني اي لاعب هيكون عنده كسل مش هيلعب معاه. ولكن الاهم ان هو بيحب جدا الهجمات المرتده، يعني هو عنده القدره ان هو يحفظ اللعيبه بتاعته هجمات المرتده يلعبوها ازاي ويتحركوا ازاي، ودي حاجه هتفيدك وتقدر تخلص بيها بطولات. خلينا متفقين
شئت ام ابيت، مقتنع او مش مقتنع، الزمالك ما عندوش القدره ان هو يلعب سكسي فوتبول وكره هجوميه السنه اللي جايه، ما عندكش سكواد واهم مدافع عندك مشي، فلا تحدثني عن المتعه، ومن يبحث عن المتعه يذهب الى السيرك او يروح السينما في مول مصر، مفيش اي مشكله. واهم حاجه فيه بقى ان هو ولا بيضغط عالي ولا بيلعب سكسي فوتبول، وان هو يطلع بالكره من ورا لقدام، ان هو يطلع بالكره دي حاجه يعني تكميليه عنده، لو اللعيبه بتعرف تعملها فهو هيعملها، ولكن اهم حاجه ان هو مدرب واقعي. اللعيبه بتاعتي ما بتعرفش تخرج بالكره، شلح وجري، وانا مش عايز اكتر من كده، مش عايز افضل ابني اللعب والبس اجوان زي مباراه الاهلي، اديهم جونين في اول ربع ساعه بسبب ان انا ببني اللعب ومش بعرف ابني اللعب. وخلينا متفقين مفيش لعيبه في مصر بتعرف تبني اللعب من ورا لقدام، ومفيش نادي في مصر بيعرف يضغط عالي، وهو بيعتمد الضغط المتوسط اللي هو من نص الملعب، اللي هو يا باشا انا بامن منطقتي، تقدر تقول كده عامل زي جيمي باتشيكو، مدرب كان دفاعيا قوي جدا وفي نفس الوقت كان بيجيد اللعب على الهجمات المرتده كويس جدا. وده مش معناه ان هو مش بيضغط عالي، لا اكيد في ماتشات صغيره مع فرق صغيره وهو عارف حجمه واسم الزمالك اكيد هيبقى مطالب منه ان هو يضغط عالي ويهاجم اكتر ما يدافع، ولكن انا بتكلم على المباريات اللي بيبقى فيها ند مع الانديه الثانيه، فدوت هو هيبقى مدرب تكتيكي، وتوقعاتي ان هو هيكون كويس في المباريات اللي هي قدام الفرق الكبيره. والاهم بقى لما تيجي تقرا عنه هيقول لك ان هو بيحب جدا الكرات الثابته، يعني في كل الانديه اللي دربها كانوا بيمتازوا خطيرين جدا في الكور الثابته، وده سلاح هجومي ليك تقدر ان انت تلجا له في الركنيات، ده في بطولات بتخلص بركنيه واحده عادي جدا. زائد كمان ان هو مع الانديه اللي دربها دفاعيا برضو الكور الثابته ما كانتش بيشكل خطوره عليه، لان هو زي ما قلت لك هو بيجيد التنظيم الدفاعي وبيقدر يوقف اللعيبه بتاعته صح. فبالنسبه لي هو سي في قوي جدا وكويس جدا ولايق على الزمالك او لايق على المرحله بتاعه الزمالك الحاليه. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، انت ما عندكش القدره يبقى تجيب مدرب هجومي جامد جدا، ولا عندك القدره ان انت تلعب سكسي فوتبول، فانت عايز مدرب واقعي، مدرب تكتيكي، مدرب لما تشوف في ارض الملعب الزمالك تقتنع ان هو بيعمل شغل، وده اللي انا عايز اشوفه في المدرب اللي جاي. فاختيار على الورق كويس جدا للزمالك، واداره الزمالك كويس جدا ان هي خدت القرار ده. على ارض الواقع ايه اللي هيحصل الله اعلم، لان الامور صعبه جدا، الاهلي قاعد بيدعم وبيراميدز بيدعم وسيراميكا بيدعم الا احنا، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لعل وعسى الايقاف ممكن يتفك. ولكن ده كان كل حاجه عن مدرب الزمالك الجديد فوكرازوفيتش، واتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل اكونتات السوشيال ميديا في الديسكربشن، روح تابعني عليها وبس كده. سلام.